تعامل مع هذه الكتب هكذا هكذا وترميها مثل ما هي بالقمامة، ولا يكون في. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا الشيخ يا شباب هو تلميذ محمد بن شمس الدين، درس عند محمد بن شمس الدين بالجروب على التليجرام، فأصبح من تلاميذ محمد بن شمس الدين. جمع كتب الإمام النووي والإمام ابن حجر والإمام الجويني والإمام الذهبي، وجمع كل هاي الكتب وقاعد يقول لك سوف أرميها في القمامة، بغض النظر عن الكتب، هو قاعد يقول لك سوف أضعها في القمامة. وهذه الكتب يا شباب لا تخلو من ذكر اسم الله عز وجل، اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا شباب مجمع هاي الكتب كلياتها وقاعد يقول سوف أرميها في القمامة. يا شباب هذا الشخص هو من ريف دمشق من سوريا. من زمان شباب كان في معانا طالب بالمدرسة، كان كل يوم يجي على المدرسة متأخر، فصار يسأله الأستاذ إنه أنت ليش قاعد تتأخر؟ فطلع هذا الطالب قبل ما يفوت على المدرسة يفتل بالحدائق والجناين، أي ورقة بالأرض مكتوب عليها يشيلها، أي ورقة فيها لفظ الجلالة، اسم الله، اسم محمد، آيات، أي شيء يجمعهم ويحرقهم. وهذا قاعد يجمع هاي الكتب كلها وده يرميها بالقمامة، لو قايل أحرقها بس وده يرميها بالقمامة. وللأسف يا شباب، للأسف بسوريا خصوصي بإدلب وبالأرياف بسوريا صار كل يوم يطلع لنا شيخ جديد، ما تسمع كل يوم إلا طالع لك شيخ جديد. يكون الشيخ هو بالأول هيك مسوي مثلا لابس لبس أهل سوريا، تمام شباب، مشايخ سوريا لابس هذا اللبس. ثاني يوم يقول لك والله أنا كنت على عقيدة فاسدة، كنا نعبد القبور. وإمتى بسوريا يا عمري صارت الناس تعبد القبور؟ يعني عمري ما شفت واحد واقف عند قبر الإمام النووي بدرعة وقاعد يصلي للإمام النووي ركعتين. بس هو حب شنو شباب؟ قال والله الله هداني ودي أصير سلفي. وعلى أساس أول ما يصير سلفي شو يسوي شباب؟ أول شغلة يسويها يطول لحيته تصير لعند بطنه، ويصير الشعر يطلع عند خشمه، على أساس إنه هاي أول شغلة، هاي أهم شيء، صار سلفي. بعدين شو يسوي؟ بعدين يشتري شماغ. هذا المسكين مفكر أي واحد لبس شماغ صار سلفي، ما يعرف إنه مثلا أهل السعودية هذا لبسهم. البدو بأي دولة بالعالم البدو لبسهم عبارة عن شماغ وعقال، بسوريا، بالعراق، بلبنان، بوادي خالد، بأي منطقة هذا لبس البدو. يعني لما تشوف واحد لابس هذا اللبس يرمز إنه هو بدوي. ماشي حبيبي؟ فالله يرضى عليكم مو كل واحد طول لحيته ولبس لي شماغ أحمر ولا شماغ أبيض. أنت بس بهذا الفيديو سبحان الله لابس شماغ أبيض، كل فيديوهاتك لابس شماغ أحمر على أساس إنه هو صار سلفي، لحية طويلة وشماغ أحمر وعقال وثوب لوين؟ تحت الركبة بشوي، تحت الركبة، لا تحت الثوب لابس لك سروال. يعني حتى مو فهمانين أحاديث النبي، حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تفهمونها، خلاص مقلد أعمى، أنت تقلد أعمى. شاف شيخ محمد بن شمس الدين نازل على تركيا على معرض الكتاب لابس ثوب أسود تحت الركبة بشوي وتحته بوط رياضة أديداس، سبحان الله. فهذا شباب هذا اللبس هذا لبس أهل الخليج. يعني بالسعودية تلاقي خالد عبد الرحمن المطرب لابس شماغ، عبد المجيد عبد الله لابس شماغ وعقال، الشيخ والمطوع لابس عقال. هذا لبس دولة، لبس عشائري. أما بسوريا تجي هسه كل ما تشوف لك واحد يقول لك والله صرت سلفي، ما عنده فكر إلا شنو السلفي؟ يغير لون، يغير حلاسه،
غير حلاسك تصير سلفي. سبحان الله، منين جايبين هاي الامور ما اعرف. وهذا قاعد يقول لك قال مجمع هاي الكتب، بعد شوي يطلع لك واحد بالكومنتات وما ادراك انها كتب الامام النووي، لانه هو قاعد يسب النووي ليل نهار، هو محمد بن شمس الدين. طنجره ولقت غطاها، قالوا بده يحرق الكتب ويرميها في القمامه. استغفر الله العظيم، اقسم بالله منظر مقزز 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 مقزز. فما اعرف، سبحان الله، هي كل ما تصير ثوره ببلد، اول موجه بعد الثوره يصير فيه انحراف، بعدين عاد العالم تصحى شوي شوي. والبارح هو من قريه بريف دمشق، ما ادري شنو اسم العساله ولا العسالي ولا الغساله ولا الغسالي، طالع عن منبر يوم الجمعه ومبلش. استغفر الله العظيم، خلينا ساكتين احسن، خلينا ساكتين احسن. يلا شباب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.